السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله جيت وجدت لكم واحد الوصفة صراحة اللي غتولي عندكم معتمدة، كتجي زوينة عاب الخضرة، ما فيها لا قليل لا سليق لا حتى شي حاجة. الصراحة راه كتجي أهم من هادشي بنينة بزاف، وما عاد تفوتكمش هاد الوصفة. جربوها وردوا عليا. نبداو على بركة الله بالوصفة وبالمقادير بإذن الله. هنا بالنسبه للخضره كناخذ منها يعني كل جميع الخضره اللي عندك تقدر ديريها في هاد الطاوه هذه. المهم هنايا انايا خديت القرعه خضراء، وخديت الفلفله حمراء وصفراء، وخديت بطاطا. صافي كنحيد لها داك اللب اللي فيها داك الزريعه، وكنحاول نقطعها قطع تكون متوسطه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. يعني كنقطع كاع الخضره كامله على هذا الشكل هذا، ونرجع معكم ان شاء الله. في هاد اللحظه البنات انا كنكون الفران ديجا شاعلاه، يعني خليته يسخن بين ما عطرنا هاد الخضره هادي وكنديرو في الطاوه. هنا كناخذ هاد العطريه هادي اللي فيها اليازير وشويه الملحه. اللي ما عندوش يعني المهم اليازير بالنسبه للطليان روزمارينو، واللي ما عندوش يقدر يدير شويه ديال الزعتره. درت معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ديال البابريكا. المهم المعلقه اللي كنعبر بها انا راها صغيره بزاف ماشي ديك الصغيره. وكدرت معلقه ديال القزبر يابس. وهاد العطريه هذه راه فيها الثومه غبره، وحتى هي فيها اليازير والملحه. مهم اللي ما عندوش هاد العطريه يدير الثومه غبره. هنا خديت شويه زيت العود صافي، وكنحاول نخلط هادشي كامل، وكديروا شويه ديال الملحه، وكتحاولوا تخلطوا هاد الخضره كامله حتى كيتجانس مع داك العطريه اللي درنا ليها. وكنستفها في واحد الطاوه اللي كندخلها للفران. الصراحه البنات هاد الريحه ديال هاد العطريه راها كتجي غزاله. المهم هنايا من بعد كناخذ طاوه ديال الفران كنفرش فيها الكارطه ديال الفورنو، وكنبدا نسرح فيها هذيك الخضره اللي درنا، وكندخلها للفران اللي كيكون مشعول يعني من الفوق ومن التحت. كنخليها حتى كطيب، ما كتاخذش مني وقت بزاف. كيف ما شفتوا معايا راه كطيب كامله، يعني البطاطا والقرعه والفلفله، وكتجي ناشفه ما كيجيش فيها الزيت نهائيا. وهنا بالنسبه للخلطه اللي كنديروه من يعني من فوق من الخضره، كناخذ 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحجم متوسط. المهم الكميه كتبقى على حسب الاسره، يعني اللي بغى يضاعف يقدر يضاعف. هنايا درت كاس ونص ديال الحليب مع 4 المعالق ديال المعدنوس اللي تيكون مطحون مزيان. وهنا كناخذ واحد شويه ديال الفطر ولا الشامبينيون يعني الفونغي، وكناخذ شويه ديال الملحه. وهنا كندير واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوى يعني 10 غرام. وكناخذ 4 المعالق كبار ديال الدقيق، وكناخذ 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون يعني زيت العود. ونفس العطريه اللي درت قبيله يعني اللي فيها اليازير والملحه والكام وهذا والثومه هي اللي كنعاود نديرها. اللي ما عندوش هاد العطريه نعاود نقولها يعني يدير الثومه غبره ويدير شويه الملحه وشويه ديال اليازير. صافي كنحاول نخلط هاد العناصر كامله كيف ما شفتوا معايا حتى كينسجم مزيان داك الدقيق، ما يبقاش مكتل وما يبقاش فيه دوك الحبيبات. وكناخذوا واحد الطاوه اللي غندخلوها الفران، يعني الطاوه تبقى عندكم كيف ما بغيتو. هنايا انا خديت هاد الطاوه على هاد الشكل هذا، كندهنها بشويه ديال الزيت، وكنفرغ فيها هذيك الخضره اللي طيبنا في الفران من قبل.
صدقوني البنات راه كتجي بنينه وكتجي لذيذه، ما تشبعوش من بنتها الصراحه، ما فيها لا لحم لا طون لا حتى شي حاجه، كتجي زوينه. صافي من بعد ما كنساميها يعني في الطاوه كامله، كنجيب هذيك الخلطه اللي درنا ديال البيض والحليب وكنحاول نفرغها فوق منها وكنساميها كامله تكون متساويه، وعاد كندير فوق منها الفرماج اللي تيكون محكوك. كنجيبوا الفرماج ديالنا كنحطه فوق منها يعني من بعد ما حكيته وصافي. في هذه اللحظه هذه راه الفران بقى سخون من يعني من قبيله فاش درنا الخضره، وكنخليه على درجه الحراره 200 وكنحطها يعني كيكون شاعل من الفوق ومن التحت، وكنخليها حتى كطيب. راه ما كتاخدش وقت بزاف، راه 15 دقيقه وكتكون موجوده. صافي دابا ندخلها الفران ونتلاقاو من بعد في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كطيب. صراحه راه كتجي زوينه وكتجي في المنظر حتى هي زوينه. يعني نتوما بغيتو تزينوها زينوها باي حاجه بغيتو. صافي دابا كنقطعها وكنحاول نقطعها مربعات يكونوا على حجم اللي بغيتو. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. الصراحه راها جات زوينه وبنينه، ما تقنعوش منها. وسمحوا لي الا شفتوا التصوير ماشي تلهيه ولا المونتاج ماشي تلهيه، راه انا عاد باديه في هذا الشيء ديال اليوتيوب. كنتمنى منكم التشجيع، شجعوني باللايك وبالتعاليق واللي ما مشتركش معايا يشترك ويدير ابوني باش ان شاء الله فين ما نحط شي حاجه جديده توصلوا بها. وشكرا لكم وشكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. وبسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.